السلام عليكم الغزاله ديالي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ ان شاء الله يا ربي يلقاكم هذا الفيديو بالف خير. اليوم ان شاء الله فيديو جديد، كنتمنى من الله يعجبكم وفرجه ممتعه. صباحكم مبروك بالسعاده والهنا والتفاؤل والامل بان الغد اجمل. اليوم كما شفتوا معايا غادي ناخذ الفطور ديالي، واروع كرواسه كتعجبني صراحه، اللي عزيزه عليا بزاف بزاف، هذه اللي محشوه باللوز والاخرى اللي محشوه بالكراميل. وغادي ندوز مباشره معكم نعدل معكم واحد التحليه او طورطه بارده اللي كتجي جد رائعه ولذيذه وبنينه بزاف بزاف بزاف. ان شاء الله يا ربي تعجبكم. غادي نبداو اول مرحله اللي غادي نوجدو، غادي نديرو نصف لتر ديال الحليب في واحد الكاسرونه، وغادي نوضعوا عليه فلون، طبعا فلون كبير. انا استعملت هذا ديال الكراميل كما كتشوفوا، غني عن التعريف. درت علبه واحده فقط، وغادي نحركوه مع الحليب حتى يتجانس الخليط ديالنا مزيان. وغادي نضيفوا واحد المكون ثاني اللي كريم باتيسير بذوق الشوكولاته كما شفتوا معايا، هذه هي العلبه. غادي نديروا كميه منها، انتم غادي تشوفوا شحال درت، ملعقه عفوا، درت 3 المعالق كبار ديال الكريم باتيسير بذوق الشوكولاته. وغادي نخلط الخليط ديالي مزيان مزيان، وغادي نخليه على بوطه مهيله حتى يعقد. عاد فاش غادي نضيفوا ليه الشوكولاته. بالنسبه لكميه الشوكولاته، انا هنايا عندي 100 غرام ديال الشوكولاته، تكون نوعيه جيده. صراحه هاد الكريمه كتجي بنينه بزاف 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 وكتجي لذيذه. انا غادي نضيفها مع مكونات اخرين باش تجي بنينه اكثر فاكثر. غادي ندوز للمرحله الثانيه اللي غادي نوجد فيها. هنايا عندي 3 علب ديال البسكوي، هاد النوعيه هذه ديال طوبيغو. صراحه فيه واحد طريطفه ديال الشوكولاته اللي منسمينه، صراحه زوين بزاف هاد البسكوي. غادي تعملوا 3 ديال العلب منه. عندي هنايا القشده الطريه، طبعا الا كانت متواجده ولا ما كانتش متواجده تقدروا تعوضوها بالبيرلي او 2 ديال دانون طبيعي. انا هنايا عندي استعملت وعطات واحد البنه اللي لذيذه بزاف مع هاد البسكوي هذا. انا غادي نضيف هاد المكونات بجوج، وغادي نضيف عليهم الخليط اللي وجدته طيبته، ديك الكريمه اللي وجدتها فوق النار غادي نضيفها ليهم. وغادي نخلط هاد المكونات كاملين حتى نحصل على كريمه كريميه، جد كريميه وكتجي بنينه بزاف بها. باش غادي نصاوبوا هاد التحليه او هاد الطورطه هذه السريعه، كتجي من ألذ الطورطات ومن ارقى، لا في المذاق ولا في الشكل. طبعا هانتوما غادي تشوفوا معايا الشكل ديالها كيفاش غادي يجي. وطبعا سهله بزاف، تقدري توجديها دغيا دغيا، كتبقى غير المساله انها خصها تبرد مزيان مزيان مزيان. غادي ندوز مباشره وغادي ناخذ المول. انا اخترت هذا وانتم تقدروا تاخذوا اي مول عندكم. غادي نغلفه بالبلاستيك الغذائي، وغادي ناخذ كذلك البسكويت الخاص تيراميسو. وغادي ناخذ اول حاجه الكريمه ديالي اللي حضرتها معكم، وغادي نوضع القليل منها في الاسفل. وغادي نبدا نحط البسكويت ديالي على هذا الشكل هذا. انا غادي نحطه على العرض على شكل طولي. غادي ندير وحده حدا وحده، ما غاديش نخلي نهائيا بيناتهم الفراغ. غادي نبقى نستفهم وانا كنغطسهم في الكريمه، يعني الكريمه خصنا تجينا على الوجه، ما تجيش البسكوي هو اللي من الفوق. غادي ندير الطبقه الثانيه وغادي نوضع الكريمه كما شفتوا معايا، وغادي نوضع الطبقه الثانيه ديال البسكويت. انايا درتو هذيك الوجه الفوقاني هو اللي درتو من التحت، فاش ما تقلبوا الطورطه ديالكم يجيكم هو اللي من الفوق. انا غادي ندير الكريمه الطبقه الثالثه، وغادي نوضع البسكويت ديالي كما شفتوا معايا. غادي نضيف كذلك الكريمه في اي طبقه كنوضعوا الكريمه، حيت الكريمه راه سائله كتوزع معكم بكل سهوله. غادي ندير الطبقه المواليه كما شفتوا معايا. غادي نستفها مزيان مزيان، وكما قلت لكم ما تخليوش نهائيا الفراغ بيناتهم باش تجيكم الطورطه ديالكم متماسكه. هذه هي النهايه، هذه اخر طبقه اللي درتها. وغادي نوضع الكريمه اللي متبقيه عندي كامله غادي نضيفها. صراحه جاتني هي هذيك مع هاد الطبقات اللي درت. غادي نغطي بسكويت ديالي كامل، وغادي نرجع عليه ديك
البلاستيك الغذائي كما شفتوا معايا، وغادي نبقى نضرب المول ديالي كما شفتوا من الفوق للاسفل باش الكريمه ديالي كتوزع على البسكويت وكتاخذ الشكل ديالو. وكنغطي المول ديالي كامل بالبلاستيك الغذائي وغادي ندخلو المجمد يبات ليله كامله. بالنسبه للتزيين عندي الشوكولاته بالحليب اللي غادي ندوبها وغادي ندير معها ربع كاس ديال الحليب. من بعد ما تذوب طبعا عاد غادي نضيفوا لها الحليب، غادي نحركو مزيان حتى ندخلو فيها، ومن بعد كتولي هذا هو الشكل ديالها باش ما تجمدش معنا. من بعد ما حضرت الشوكولاته غادي ندوز مباشره باش نجبد الطورطه ديالي اللي بارده من المجمد. صراحه راه جمدت معايا، غادي تحل معكم بكل سهوله. بديت هنا كما كتشوفوا معايا كنحيد البلاستيك الغذائي غير بشويه حتى حيدته كامل. من بعد غادي ندوزو للتزيين. بالنسبه للتزيين انا اخترت نزينها بطريقه عصريه وبطريقه اللي هي جميله بزاف. انا هنايا درت شويه ديال الشوكولاته اللي صاوبتها معكم، وغادي نبدا نوضع في الفرونغواز توت. صراحه عطاها واحد المنظر اللي شيك بزاف جات كيكه فخمه. والمذاق صراحه ما نقول لكمش كيفاش جا المذاق ولا البنه اللي جات فيها ما شبعناش منها. صراحه جات بنينه بزاف. كلشي بقى كيقول لي عاودنا مره اخرى ملي صاوبتها. صراحه هاد الطورطه هذه ما عمرها تحشمك لا مع ضيافك ولا مع الاسره ديالك، كتجي بنينه بزاف صراحه، وتا الشكل ديالها جا راقي. هذه هي الطورطه ديالي. زيت لها واحد شويه ديال اللوز اللي محمر ومهرمش، وزيت لها واحد خطوط ديال الشوكولاته باش يجي الشكل ديالها راقي. وصراحه عييت باش نشكر في هاد الطورطه هذه، ولكن فريمون راه بنينه بزاف. الصوره راه كتوضح كل شيء. وهذا هو الشكل ديال الطورطه ديالي. من بعد ما قسمتها معكم صراحه جات غزاله وجات معلكه، والبسكويت اللي فيها جا معلك وغزال رائع. بالنسبه لهاد البريوات هادو غادي نشاركهم معكم كيجيو لذاذين بزاف. عندي هنايا كميه من الدجاج، غادي نحتاجوا معاه الملح وكذلك الابزار. غادي نحتاجوا واحد 2 وريقات ديال سيدنا موسى، وغادي نحتاجوا واحد 3 ديال سنينفات ديال الثومه. بالنسبه لهاد الدجاج هذا راه غادي نسلقو، يعني ما غاديش نطيبوه، غادي نحطو في الكوكوط وغادي نضيف له الماء، وغادي نضيف له كذلك كما قلت لكم الابزار والملح ووريقات ديال الراند وكذلك الثومه، وغادي نسد عليه ونخليه يتسلق حتى يطيب. ومن بعد نرجعوا نشوفوا شنو غادي نكملوا في الوصفه. بالنسبه لهاد البريوات هادو راه كيتلواو في الورقه وفي لي شابليغ وكيتقلاو كيجيو رائعين مقرمشين وبنانين بزاف. هانتوما غادي تشوفوا معايا الوصفه ان شاء الله كامله. من بعد ما وضعت الوريقات ديال الراند وكذلك سنينفات ديال الثومه غادي نحطهم يتسلقوا هاد الدجاج هذا، وغادي ندوز مباشره غادي نشلض البصله ديالي وغادي نحطها في واحد المقلاة وغادي نخليها حتى تهود معايا، ما تبقاش يعني طيب معايا. غادي ندير لها واحد 2 وريقات ديال الراند، وكذلك غادي ندير شويه ديال الملحه، وغادي ندير كذلك شويه ديال الابزار وشويه زيت الزيتون. ما تعملوش الزيت بزاف، يعني الجهد فاش تشحر لكم هاد البصله وصافي. من بعد ما تشحرت هاد البصيله هذه غادي نضيف لها واحد سنينف ديال الثومه ولا 2 سنينفات ديال الثومه، وغادي نخلطهم مزيان كما كتشوفوا معايا. من بعد غادي نغطيها ونخليها حتى تشحر وندوز مباشره للدجاج ديالي من بعد ما طاب.
بالنسبه للدجاج حتى يطيب مزيان مزيان عاد فاش تفردتوه، انا هنايا غادي ندوز نفردو بحال اللي كتعدلوا البسطيله ديالكم. غادي نفردو على هذا الشكل هذا، وغادي نضيفو على البصله اللي تقلات لنا من قبل. غادي نضيف الكميه كامله، ومن بعد غادي نحرك مزيان حتى تدخل هذيك البصيله مع الدجاج، وغادي نبدا نضيف له في الكريمه. من بعد ما خلط الكميه ديالي ديال الدجاج والبصله مزيان مزيان، في هذه المرحله هذه غادي نضيف شويه ديال الزكينجبير وكذلك شويه ديال الابزار، وغادي ندوز مباشره باش نشارك معكم الكريمه اللي غادي نضيفها في هذا الدجاج هذا. بالنسبه للثومه تقدروا تاخذوا اي نوعيه كتعتمدينها وكتعجبكم. انا غادي نستعمل هذه الماركه هذه، وعندي هنايا الجبن ديال الموتزاريلا حتى هو غادي نضيف منه واحد الكميه. صراحه كتعطيو هاد البريوات هادو كتعطيهم واحد البنه اللي زوينه بزاف ولذيذه بزاف بزاف. انا صراحه اول مره فاش ذقتهم عجبوني بزاف بزاف، وخديت الوصفه وجربتها وشاركتها معكم. ان شاء الله حتى نتوما تجربوها وتعجبكم. صراحه اللي ذاقهم كيحماق عليهم. مذاق مختلف وطريقه مختلفه، وصراحه كيجيو رائعين وبنانين بزاف بزاف. انا غادي نوضع الكريمه ديالي كامل هذيك الكميه اللي درتها كامله، وغادي نخلط مزيان مزيان حتى تبدا تشحر لي ديك الكريمه مع البصله والدجاج على هذا الشكل هذا. صراحه البريوات راه ماشي صعابين بزاف، ساهلين ودغيا كيوجدوا. غادي ندير هنايا في اخر لحظه غادي ندير غير واحد شويه ديال الكوزه، غادي تحكوها غير شويه، ما تكثروش منها بزاف بزاف، غير باش تعطيكم البنه وصافي. من بعد ما تشحروا لي المكونات كاملين غادي ندوز باش نحط شويه ديال الجبن ديال الموتزاريلا. الا ما كانش طبعا ديروا الفرماج الاحمر حتى هو راه كيعطي البنه، كيعطيها واحد التعليكه حتى هي، وكيعطيها واحد البنه اللي زوينه بزاف بزاف. غادي ندوز مباشره باش نقطع الورقه ديالي ونبدا نشكل في هاد البريوات هادو. طبعا هاد الوصفه الا ما كانش عندكم الورقه تقدروا ديروها بالكريب، حتى بالكريب راه كتجي زوينه بزاف وكتجي حتى هي لذيذه. يعني الا ما بغيتوش تعملوا بالورقه راه كاين البديل، تقدروا ديروها بالكريب. انا هنايا غادي نديرها بالورقه، وغادي نلوي البريوات ديالي كما كتعرفوا عادي كما كتلويو البريوات عادي في هذه المرحله هذه. ومن بعد غادي نقليوهم ان شاء الله. انا غادي نلويهم ونتلاقاو في القلي ان شاء الله باذن الله. من بعد ما ساليت الكميه كامله اللي عندي غادي ندوز مباشره، غادي ناخذ المقله وغادي نوضع فيها الزيت ونخليها تسخن، وغادي نطرب واحد جوج بيضات، وغادي ناخذ لا شابلور ديالي. سمحوا لي على المقطع راه كاع ما تصور، ولكن الطريقه راه جيت سهله. كتوضعوا البريوه ديالكم في البيض، ومن موراها كديروها في لا شابلور وكتحطوه يتقلى في الزيت مباشره. وهذا البريوه ديالي من بعد ما كيتحمروا من التحت كتقلبوهم وكيتحمروا من الفوق وصافي، وكيجيو على هذا الشكل هذا. صراحه كيجيو معلكين ولذاذين بزاف بزاف، ما تخيلوش شحال هاد البريوات كيجيو بنانين ومعلكين وكيجيو مختلفين، والمذاق ديالهم كيجي رائع. بالنسبه لا شابلور اللي درتها فيهم، لا شابلور اللي فيها الثومه والزعتر وكتعطيهم واحد البنه اللي غزاله بزاف. وهذا هو الفيديو ديال نهار اليوم، كنتمنى من الله يعجبكم وتبارطاجيو الوصفات مع الاهل والاحباب، وما تنسونيش من اللايكات ديالكم والتعاليق ديالكم. اكيد كنبغيكم بزاف، خليت لكم راحه الله. بسلام عليكم.